السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب الكرام، ثلاثة من العظماء من اليمن، من خولان، احفظوهم ودرسوهم لعيالكم. هؤلاء الثلاثة: أبو مسلم الخولاني. أبو مسلم الخولاني من اليمن، من خولان، صحابي تنقصه الصحبة، لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عاش في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيعده العلماء من التابعين وليس من الصحابة. هذا حصلت له كرامة ومعجزة، نفس الكرامة ونفس المعجزة التي حصلت لنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قذف في النار. أبو مسلم قذفه الأسود العنسي في النار فلم تحرقه، وكانت عليه بردا وسلاما. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يراه في زمنه كان يحضنه ويعانقه ويقول له: أهلا وسهلا بالذي حصل له وحدث له ما حدث لنبي الله إبراهيم. هذا الأول أبو مسلم الخولاني. الثاني أبو إدريس الخولاني، أصله يمني لكنه عاش في الشام، في دمشق، في سوريا، ترعرع هناك، نشأ هناك، مات هناك، عالم محدث فقيه. هذا الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الثالث السبح ابن مالك الخولاني، من القادة العظام الذين ولاهم عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله الأندلس، وهو خامس والي. هذا هو من القادة العظام الكبار الذين تولوا القيادة في الأندلس. هؤلاء الثلاثة من اليمن، من خولان، فاحفظوهم وعلموهم أولادكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم يا رجال خولان.